تعالوا نبتدي السنة الجديدة بشوية رز بلبن كده كريمي وطعمه تحفة. وهقول لكم ازاي نخلي وش الرز بلبن مكرمش. لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وما تنسوش تحطوا اللايك وكومنت حلو. ويلا نبدأ في وصفتنا، بس زي ما احنا متعودين بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الرز بلبن الكريمي الجميل ده ازاي. اول حاجة عندي كوباية رز، هاخده هغسله كويس تحت الحنفية. وبعد كده حلة على النار، هحط فيها كوبايتين مية وهحط فيها كوباية لبن. وانا دايما بحب احط مع المية لبن عشان تبقى حباية الرز شاربة لبن كده اكنها مغلية في لبن بالظبط، وبتبقى طعمها حلو قوي. وبعد كده اما دفيهم مع بعض حطيت الرز، وكوباية الرز بتاخد 2 كيلو لبن. لو انتوا هتعملوا نص كوباية يبقى كيلو لبن بس. الكوباية اللي انا حطيتها في الاول دي من الاتنين كيلو لبن. كوباية اللبن اللي انا حطيتها مع الرز في الاول دي من الاتنين كيلو. وبقلب الرز بتاعي كل شوية عشان ما يلزقش في الحلة من تحت او يمسك في بعض. واما الرز بلبن بيغلي كده بهدي عليه النار وبسيبه يستوي براحته. في حد بيحب الحباية مستوية على الاخر وفي حد بيحبها مش مستوية قوي. طبعا اعملوا اللي انتوا حابينه، انا بحب الحباية تبقى مستوية. شايفين الرز اكن مسويه في لبن بالظبط، وده اللي بيخليني احط دايما كوباية اللبن مع المية في الاول. يبقى طعم الحباية حلو جدا وبتبقى شاربة لبن كده وبيبقى طعمها تحفة. جربوه كده هيعجبكم جدا. واما اتاكد ان الرز بتاعي استوى خلاص بعد كده بحط اللبن على طول. وده باقي الاتنين كيلو اللي انا خدت منهم كوباية في الاول، وده الباقي 2 كيلو. هحطه كله كده مرة واحدة وهقلب الرز بلبن بتاعي. وبعد ما احط اللبن على طول واقلبه تقلبتين كده بقوم حاطه السكر بتاعي. انا حطيت كوباية سكر، وبعد كده هحط ذرة ملح صغيرة عشان يعدل الطعم. وهحط شوية فانيلا، حطيت حوالي نص معلقة، ده على حسب تركيز الفانيلا عندكم. وبعد كده هقلبهم مع بعض كده. انا هنا جيت ادوق الرز بلبن، حسيت ان هو محتاج كمان شوية سكر، فحطيت حوالي معلقة كبيرة كده. وطبعا السكر ده حسب ما انتوا حابينه ايه، مسكر ولا مش مسكر. ان كنتوا هتحطوا ازيد او اقل يعني براحتكم. وهقلبه كده مع بعضه. وبعد كده هحط معلقتين قشطة كبار، اي قشطة متوفرة عندكم، بس القشطة بتخلي طعمه حلو قوي. وهقلب القشطة كده مع الرز بلبن. هقلب القشطة شوية كده لما تدوب وتختفي خالص في الرز بلبن. وبعد ما الرز يغلي مع اللبن شوية كده والقشطة تدوب بجهز النشا بتاعتي. عندي نص كوباية مية، هحط فيها 3 معالق كبار نشا، 3 معالق ونص، بس انا ما كنتش مالية المعلقة قوي. يعني لو هتملوا المعلقة قوي هيبقوا 3 معالق بس. وحطيت معلقتين كريم شانتيه، والكريم شانتيه ده اختياري بس هو بيخلي طعم الرز بلبن حلو قوي. وبعد كده هدوبهم مع بعض كويس. اهم حاجة تدوبوهم كويس، ما يبقاش فيه نشا في ارضية الكوباية من تحت. وبعد كده هاخدهم على طول هحطه على الرز بلبن كده. بحط بايد وبالايد التانية بقلب بالشكل ده لحد ما اخلص النشا. وبفضل اقلب برضو، ما بشيلش ايدي من الرز بلبن. هتلاقوا معاكم كل شوية بيتقل كده. وبفضل اقلب في الرز بلبن من بعد ما احط النشا عشان ما يلزقش في ارضية الحلة، لان هو تقل كده. فعشان ما يلزقش في الحلة او حاجة بفضل اقلب فيه كده لحد ما الرز بلبن بيغلي عندي. شايفين ما شاء الله الرز بلبن كريمي وحلو جدا جدا. افضل اقلب فيه كده لحد ما يغلي عندي ويعمل بابلز على الوش كده. يبقى هو كده عندي خلاص، هشيله من على النار. هو كده عندي خلاص الرز بلبن عندي خلاص. هشيله بقى من على النار وهبتدي اغرفه في الاطباق بتاعتي. هحط في الطواجن بتاعتي دي وهدخلها الفرن، بس انا مشغله الشوايه. هدخله بس وشه يحمر، وطبعا ده لو حابين، طب براحتكم انتم حسب ما انتم حابين ايه. وهكمل غرف الاطباق بتاعتي.
هخلص الطواجن دي وهدخلها الفرن على طول. هفتح لها بس الشواية، وشها يحمر، بس خلوا بالكم عشان اللي بيحمر وشه بيحمر بسرعة جدا. وبعد كده هكمل باقي الأطباق، وهيبقى معاكم الرز بلبن جاهز. انا بنحب في الشتاء ناكل الرز بلبن وهو سخن لسه. طبعا بقى لو حابين تحطوا اي مكسرات فوقه براحتكم، انا حطيت بس زبيب، وحطوا اي نوع انتوا حابينه. وبعد كده بألف هنا، احلى رز بلبن هتاكلوه، كريمي وطعمه تحفة. ولو حابين بقى الوش يبقى مكرمش، هتسيبوه على الرخامة لما يبرد تماما، وبعد كده هتغطوه وتحطوه في التلاجة. وهو ده اللي بيخلي الوش مكرمش، ان هو بيتغطى ويتحط في التلاجة بعد ما بيبرد. ملوش اي علاقة بطعم الرز بلبن. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا جميعا يا رب.